حقيقة أنا بعد ما خلصت دراساتي العليا في أمريكا التحقت بالعمل في بنك أمريكي، وكنت نقلت من أمريكا إلى بريطانيا، فأقمت في بريطانيا 3 سنوات. ومثل حالي حال أي كويتي تفاجأنا بالغزو الغادر والغاشم لدولة الكويت. نعم. فيوميها الواحد كل شيء في الدنيا هان عليه من أجل تحرير وطنه. نعم. اتصلت بالسفارة الكويتية، قالوا احنا نبي متطوعين للعمل مع الجيش البريطاني برتبة ملازمين أوائل للمشاركة في تحرير الكويت، وكانوا يحتاجون إلى كويتيين يعرفون الكويت، يعرفون طبيعة الكويت. فكان لي شرف التطوع بأن تطوعت من خلال السفارة الكويتية في بريطانيا، تطوعت مع الجيش البريطاني وتم منحي رتبة ملازم أول متطوع، وشاركت في حرب التحرير حتى أكرم الله الكويت بالتحرير. ونلت شرف أني أنا شاركت مع أخواني الكويتيين اللي في الداخل واللي في الخارج، شاركنا جميعا من أجل تحرير دولة الكويت، وتم منحي أوسمة أفتخر فيها اللي هي من المغفور له الشيخ جابر الأحمد. نعم. ومن المغفور للملك فهد رحمة الله عليهم جميعا، ومن المغفور للأمير سلطان بن عبد العزيز، ومن الملكة إليزابيث. هذه أوسمة منحت لجميع من شارك في تحرير دولة الكويت مع الجيش البريطاني أو مع الجيش الأمريكي.